عشان تزود الأداء بتاعك لازم قبل منها إنك تغير كل اللي أنت بتعمله قبل كده. ما يبقاش هو اللي أنت بتعمله ومنتظر إن في حاجة في النتيجة هتتغير أو الأداء يتغير. لو لقيت نفسك في يوم أو في فترة زمنية معينة إنك مستواك في النتيجة ثابت مهما عملت، يبقى أنت كده وصلت لمرحلة اسمها مرحلة التكيف. يبقى أنت تكيفت مع الوضع، سواء تدريبي أو نفسي، بمعنى إن التمرين بتاعك قادر تعمله وقادر تنفذه مهما دخلت بقى مسابقة داخلية على مستوى الدولة، على مستوى المنطقة، بطولة عالم مثلا. خلاص انت الرقمك اللي بتجيبه في التدريب بتجيبه هنا بتجيبه هنا بتجيبه هنا، يبقى انت ثابت على المستوى، يبقى انت تكيفت مع الوضع بتاعك. عشان تعلى في المستوى بتاعك تغير ثبات الأداء اللي احنا اتكلمنا عليه، يبقى انا لازم اغير التكيف بتاعي. طب ايه النقط اللي انا ممكن اغيرها؟ هتغير نوع التدريب، حجم التدريب، شدة التدريب، وتدخل معاه عناصر تانية انت ما كنتش بتدخلها قبل كده. زي انت بتعمل ايه في نظامك اليومي لازم يتغير، اكلك عامل ازاي لازم يتغير، تمرينك لازم يتغير، لازم تعكر صفو التكيف اللي عندك عشان تزود الأداء بتاعك. لازم قبل منها إنك تغير كل اللي أنت بتعمله قبل كده. ما يبقاش هو اللي أنت بتعمله ومنتظر إن في حاجة في النتيجة هتتغير أو الأداء يتغير، مستحيل. لازم نغير هنا عشان هنا يتغير. على قدر ما بتغير هنا والتغير ده يأثر وتكيفت، فأنت ثبت في مستوى مختلف. يبقى أنا عايز أعلى بالمستوى، يبقى أنا لازم أغير التكيف بتاعي، لازم أعمل حاجات وأتعود عليها وتبقى ثابتة، هلاقي إن الأداء بتاعي ثابت. تمام؟ ثبات الأداء مش حاجة وحشة، بس ثباته مدة طويلة مش كويس. معنى ذلك إن مفيش تجديد في التمرين بتاعك، طريقة التمرين وتنفيذه وحجمه وشدته وطريقته مش مظبوطة. كانت مظبوطة وقتها لحد ما وصلت للمستوى ده. طب أنا عايز أعلى في المستوى، يبقى أنا لازم كل ده يتغير بزيادة مش بالنقصان، باختلاف، بكمية، بحجم، بشدة، باختلاف في الأداء بتاعك بيعمل إيه. تمام؟ الموضوع ده مهم. لو أنت عايز أدائك يزيد لازم تمرينك يزيد وتتكيف عليه، يعني تعتاد عليه، بدني، نفسي، فني. أشوفكم على خير.